يلا بينا نعمل صينية بولتي بالخضار زي ما انت شايفة كده. بجد الشكل طبعا روعة، وكمان الطعم كان جميل جدا، هيعجبكم. وكمان خفيفة وصحية. يلا بينا بسرعة نشوف هنعملها ازاي. بس قبل اي حاجة ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفضلا وليس أمر، اللي ما تابعنيش تابعنا عشان يوصلوا كل جديد مني. طبعا اول حاجه معايا السمك بتاعي مغسول كويس جدا بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده، ومتنضف كويس. يفضل في الوصفه بتاعت النهارده ان السمك بتاعي يكون حجمه كبير. كل ما كان حجم السمك كبير كل ما كانت نتيجه افضل. يلا بينا على التتبيله. هتجيبي الكبه بتاعتك، هتنزلي فيها باي نوع فلفل موجود عندك. ولو بتحبي الحاجه حاميه يبقى معاكي قرن فلفل حامي. كمان راس توم متوسطه وبصلايه وطماطمايه. البهارات بتاعتي ملح وكزبره وكمون وبابريكا وبهارات سمك ورشه من الفلفل الاسمر. كمان معايا عصير ليمونتين كبار ومعلقه كبيره من الخل. اضربي بقى البهارات بتاعتك مع الخضار بالشكل ده كده. اضربي بقى التتبيله بتاعتك دي كويس جدا. انا عاوزاها تبقى ناعمه معايا بالشكل ده كده. بجد ريحتها جميله جدا. التتبيله دي تنفع معاكي لاي سمك، سواء كان مشوي بقى او مقلي او صينيه كمان. هتنزلي بعدها بربع كوبايه من الزيت النباتي، وممكن بقى تستبدليه بزيت زيتون لو انت عايزاها صحيه اكتر. كمان معايا معلقتين اتنين كبار من الصلصه. ادي اول معلقه، وادي كمان تاني معلقه. وكمان معايا معلقتين اتنين كبار من البقدونس المفروم. وبكده بقت التتبيله بتاعتي جاهزه، بجد جميله جدا هتعجبكم وريحتها بجد خطيره. هنشيل بقى حوالي 3 او 4 معالق من التتبيله دي كده بالمنظر ده كده. اركنيهم بقى على جنب، هقولك هنعمل بهم ايه دلوقتي. بقيت التتبيله بقى اللي معايا، هتجيبي السمك بتاعك بالشكل ده. انا مشرحاه بالمنظر ده. ممكن تعمليه عادي من غير تشريح، بس بجد التشريحه دي بتدي شكل حلو بعد التسويه، وكمان بتخلي التتبيله تدخل جواها. هتعملي 3 خطوط بالعرض وكمان عليهم خط بالطول بالشكل ده كده، علشان التتبيله تدخل جوه السمك. تبلي بقى السمك بتاعك كويس جدا بالشكل ده، ودخلي بقى التتبيله في كل مكان في السمكايه، في بطن السمكه وكمان في الفتحات اللي فتحناها. بجد التتبيله دي او طريقه السمك دي هتعجبكم جدا. محدش اكلها غير وشكر فيها، وكمان بيطلبوها لانها بجد جميله قوي هتعجبكم. تبلي بقى السمك بتاعك كويس جدا، وزي ما اتفقنا دخلي التتبيله في كل اجزاء السمكه بالمنظر ده كده. ما تخليش اي جزء فيها من غير تتبيله. حابه بقى انك تنقعي السمك في التتبيله دي حوالي يعني ربع ساعه او نص ساعه كده، دي حاجه ترجع لك. بس انا بصراحه مش هنقعه ولا حاجه. انا بس هركنه على جنب كده حوالي 5 دقايق. على ما نجهز فرشة الخضار بتاعته، هتجيبي بقى صينية أو صاج اللي هتشتغلي بيه. هتنزلي عندك ببطاطس متقطعة شرايح بالشكل ده، وكمان فلفل بقى أي نوع فلفل موجود عندك برضو شرايح، وكمان ليمون شرايح، وبقدونس أو كزبرة مفرومة بالمنظر ده كده، وكمان بطاطساية متقطعة. تنزلي بقى بالتتبيله اللي انا قلت لك اركنيها على جنب، وتبلي الخضار ده كده. وطبعا هنا كميه الخضار ترجع لك، ممكن تشيلي او تضيفي او تكتري او تقللي. حابه تضيفي اي نوع خضار تاني براحتك، حابه تقللي كميه الخضار براحتك، حابه برضو انك تزودي كميه الخضار، دي حاجه ترجع لك. بجد جميله جدا هتعجبك. رصي بقى السمك عليها بالشكل ده. واهم حاجه طبعا انك تهتم بشرايح الليمون، عشان زي ما احنا متفقين السمك حبيبه الليمون. هتبقى معاكي بالشكل ده، وهننزل بباقي التتبيله بالمنظر ده كده على السمك. بجد حاجه كده من الاخر. هتدخليها بقى فرن سخن درجه حراره وسط على الرف اللي تحت. هتاخد معاكي بالظبط نص ساعه، وهتطلع معاكي بالشكل القمر ده. بجد حدث ولا حرج، حاجة كده فاخر من الآخر. السمك مستوي، طعمه جميل جدا، ريحته بجد كانت رهيبة. الخضار اللي تحتيه حاجة كده منتهى الجمال. بجد وصفة السمك أو صينية السمك دي هتعجبك جدا، يا ريت تجربيها. قدميها بقى مع رز أبيض، مع رز صيادية، هيعجبك قوي. سمك مستوي، البطاطس مستوية وطعمها بجد كان خطير. يا ريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ويا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. وقبل أي حاجة ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.